حلاوة البدايات. يا ترى كل علاقة لازم تمر بشوية المراحل دي ويبقى أولها حلاوة بدايات ولا لأ؟ خليني أقول لكم إن تجاربي أنا الشخصية عمري ما شفت حلاوة بدايات أكتر من 3 أيام. يعني ما تسألونيش إزاي، لكن الكتب والعلم والأبحاث بتقول إن حلاوة البدايات دي بتستمر ما بين 5 6 شهور لغاية سنتين. طيب هو ده الأساس؟ لا، مش هو ده الأساس. البالك بتاع المشاعر الجامدة والشغف والحاجات الحلوة والفراشات والهرمونات بتاعت السعادة والاستكشاف والكلام ده كله بيكون ليه وقته وبيهدى. الأهم من حلاوة البدايات والفراشات والورد والخروج والمكالمات والكلام ده كله الاستقرار اللي هيحصل بعد ما الفترة دي تنتهي. ساعتها هنكون شايفين بعض بكل وضوح وعارفين نميز العيوب من المزايا وقادرين نشوف بشكل واضح يا ترى أنا فعلا هقدر أكمل مع الشخص ده ولا مش هقدر أكمل معاه. فبالتالي هي مش وحشة حلاوة البدايات، لكن ما ينفعش تكمل على طول. وبشكل آخر مهمة إنها تحصل في البداية عشان هو ده اللي بيربط الناس ببعض، لكن برضو لازم نكون واعيين إن احنا مش في حالتنا الطبيعية. الهرمونات بتكون مسيطرة علينا، الشغف، الانبهار، الكلام ده كله بيكون مسيطر علينا في عمينا. زي ما بيقولوا الحب أعمى. في الفترة الأولانية بيكون كده، ودي حاجة أصلا علمية مش احنا اللي بنقول كده. فأتمنى إن حياتنا كلها تبقى سعيدة ونلاقي الناس المناسبة، لكن نكون مدركين إن حلاوة البدايات مش هي دي الأساس بتاع العلاقة. الأساس هو الاتزان والاتساق اللي هيحصل بعد ما تهدى الدفعة الأولى من المشاعر. ربنا يرزقنا جميعا بالناس الحلوة اللي يحبونا ونحبهم ونعيش معاهم حياة حلوة وتبقى حياتنا كلها شبه حلاوة البدايات.